من شويه كده بتفرج على الفيديوهات، لقيت واحد محترم كده كان مراسل في قناه الاهلي، ودلوقتي بقى من اهم المذيعين في قناه الزمالك. مش عيب والله، ده اكل عيش. انا مفيش مشكله عندي تبقى هنا وبعدين تنقل هنا، وكنت ايامها قد ممكن كنت معانا وفرحان ومش عارف ايه. طالع واحد كاتب له سكريبت زي السكريبات اللي هم بيكتبوها، وطالع يقول لك ايه: بطوله كاس العالم شقلباظات. وده مش كلامي، ده كلام مش عارف مين. اصل المدرجات بتبقى فاضيه، اصل مش عارف ايه، اصل عاملين اوفر، نزلوا سعر التذكره من كذا لكذا لكذا لكذا. انا مش عاوز اقول لك اصلا يعني دي امريكا ودي اصلا الكره. مش عاوز اقول لك الكلام ده، مش عاوز اقول لك انها مش كره اساسيه، بس هقول لك على حاجه. ماتش الافتتاح يعني كان استيعاب الاستاد 63,000 وكسور او 62,000 وكسور من 65 ساعه المدرجات. دي حاجه. اتفرج على الفيديوهات هتلاقي الوداد في ماتش جمهوره قد ايه. شوف الاهلي جمهوره قد ايه، جمهوره قد ايه، الاهلي جمهوره قد ايه. شوف العين جمهوره قد ايه، شوف الفرقه البرازيليه جمهورها قد ايه. شو اقول لك ايه ولا ايه ولا ايه يعني. وكمان المعايير، انت بتقول لي اصل المعايير المفروض ظالمه انها ما خدتش مثلا زي الزمالك وبرشلونه واللي. طب يا عم المحترم، يا اللي انت المفروض مذيع وبتتكلم والناس كتير بتسمعك. يعني اقول لك مليون 2 مليون يا عم، ملايين بتسمعك. المفروض ما تستخفش بعقل الناس. انت عارفين واحنا عارفين وكل الناس عارفين ان معايير كاس العالم بالنسبه لافريقيا، مش هتكلم بقى في اوروبا، لا بالنسبه لافريقيا، كاس العالم كل 4 سنين، بياخدوا الاربعه اللي هم خدوا بطوله افريقيا. طب لو فريق خد بطولتين او 3 زي الاهلي بياخدوا الوصيف. دي المعايير. زي كاس العالم للمنتخبات، معاييرها ايه؟ بتعدي تصفيات افريقيا، بتعدي تصفيات كاس العالم، وبعد كده بتخش كاس العالم. يعني احنا مع حسن شحاته وقفت معانا على نقطه في ماتش الجزائر، والجزائر اللي صعدت مكاننا. دي ملهاش دعوه بقى انت ايه جمهورك قد ايه، فرقتك عامله ازاي، فرقتك عريقه مش عريقه. لا، دي الفرق الاحسن فرق في ال4 سنين اللي فاتوا عشان يلعبوا في كاس العالم. زي بيراميدز، ما بيراميدز في 2029 هتلعب كاس العالم. يا بيراميدز عندها جماهيريه، هي بيراميدز فريق عريق، هي بيراميدز عندها شعبيه زي الاهلي او الزمالك ما عندهاش، بس هتلعب كاس العالم. ادي اول فريق راح كاس العالم، في 3 فرق لسه هيطلعوا اللي هم هياخدوا افريقيا ال3 سنين اللي جايين. هي دي المعايير. ما تقعدش بقى ايه تخرف وتضحك على الناس عشان عارفين وعاوز تقلب البطوله باي حاجه. يا ابني حبيب قلبي مش كده. انت وكيل اكل عيش.